عليكم. السلام عليكم. ايه الماتش ده؟ ايه الاحصائيات دي؟ ايه الاحصائيات دي؟ الماتش ده ماتش الاهلي وحرس الحدود. يعني الهجوم شيء والدفاع شيء. الهجوم حاجه نتفرج على الماتش، والدفاع حاجه تانية. هل انا مش فاهم، هل بسبب تغيير الحراس، تغيير مركز الحراس المرمى كتير؟ هل بسبب مثلا آه، هل المشكله في الدفاع؟ انا مش فاهم، بس دي اخطاء دفاعيه. الجول التاني ده خطأ مباشر من مصطفى شوبير. جراديشار معلوش كلام بجد. الراجل ده انا خايف يبدا ماتش الزمالك، ولو بدا هتبقى مشكله لينا. تريزيجيه اون فاير، 3 ماتشات ورا بعض تقريبا بيساهم في التهديف. اون فاير دي اقل كلمه. ياسر ابراهيم ما معلوش عليه كلام، جون. يعني ده ماتش الماتشات اللي تتقال ان ده فعلا النادي الاهلي بيحاول، زي ما قلنا المره اللي فاتت، ان هو يعني دي بدايه المسار، هو هيكسب باي شكل، هيكسب باي شكل. الماتش ده الاهلي كدفاعيا كان وحش، وبالمناسبه انت شفت الاحصائيات هتلاقيهم ان هم شاطوا شوطين على الجون، يعني على الجون شوطين، جون. ف احنا عندنا ماتش كمان شويه الساعه 8 9 تقريبا، الساعه 9 تقريبا، ماتش الزمالك. آه ربنا يستر، ربنا يستر. انا اتمنى نكسب، لان انا قلت المره اللي فاتت قطر الاهلي لو مشي مش هيقف. دلوقتي هو ماشي بمبدا اللي هو انا باي شكل باي تشكيله هكسب، وهكسب ان شاء الله بطلوع الروح، بس انا هحاول اكسب. فلازم نكسب، لازم نكسب. وطبعا الف مبروك لكل جماهير الاهلي، تستحقوا بصراحه، حقيقة ربنا يتقال. وما تنسوش اشتراك، ما تنسوش فولو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.